السلام عليكم، معاكم يوسف من قناة ليفو تك. ازيكم يا اصدقائي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تدعمنا بلايك وشير وسبسكرايب. يلا نبدأ فيديو النهارده. هقول لكم على افضل 5 العاب قصصية ممكن تبتدي بيهم في 2024. للناس اللي مش فاهمة يعني ايه هي الالعاب القصصية، بص يا صديقي، بكل اختصار الالعاب القصصية عبارة عن لعبة او مجموعة من الالعاب بتضم قصة لشخصية معينة أو حقبة زمنية معينة، تمام؟ والقصة دي بتتكون من كذا جزء أو ممكن جزء واحد عادي، تمام؟ زي ألعاب كتير أنا هقولها في الفيديو ده. فياريت لو أنت بتحب الألعاب القصصية ومش بيهمك الجيم بلاي قوي، تمام؟ ده هو الكومباتيتيف بقى جيم بلاي والدنيا دي كلها، الفيديو ده يبقى ليك. لو أنت إنسان مثلا بتحب الأفلام والمسلسلات وعايز تخش عالم الألعاب وتلاقي قصة حلوة في الألعاب، أقول لك على 5 ألعاب النهاردة هتخليك معجب جدا بالالعاب بتاعت البي سي او البي اس 4 او الكونسول، اي حاجه، تمام؟ قبل ما ابدا الفيديو عايز اعرفكم حاجه، مفيش فرق ما بين المركز الاول والمركز الخامس عندي. ليه؟ لان الالعاب دي كلها انا حبيتها ولعبتها، فعلشان كده حطيتهم في الليست. لكن ترتيبهم مش مهم بالنسبه لي لان انا مش بقارن. كل الالعاب دي حلوه. انت ممكن رايك الشخصي في الالعاب تكتب لي في الكومنت ايه افضل 5 العاب لعبتهم كقصصيه. وطبعا انا جايب تصنيف، يعني ايه ده؟ تصنيف قصصي، يعني انا ما دخلتش دلوقتي العاب اللي هي الكومباتيتيف اللي هي الار بي جي والكلام ده مع الالعاب القصصيه. ليه؟ لان ده تصنيف وده تصنيف. حتى الالعاب يا جدعان بيبقى فيها تصنيف زي الافلام والمسلسلات كده. افلام ومسلسلات فيها رعب بقى، دم واكشن، نفس الكلام في الالعاب بس بطريقه مختلفه. فانا كنت عايز اوضح الفكره دي قبل ما نبدا الفيديو ونخش في اول لعبه معانا، وهي لعبه جود اوف وور. مين يا جماعه ما يعرفش لعبه جود اوف وور؟ طبعا دي ايقونه من ايقونات سوني. تقول لي ازاي يا جو؟ اقول لك سوني كانت بتبدع بطريقه خاصه جدا في اللعبه دي بالذات، بسبب ان معظم العابها عمرها ما كانت ند لجود اوف وور. عشان كده دي من اقوى حصريات سوني على مر التاريخ حتى الان. مع ان لعبه جود اوف وور 4 اللي هي بتاعت البي اس 4 يعني نزلت على البي سي، تمام؟ بس ستيل الصانع بتاع سوني. طبعا جود اوف وور راجناروك اللي لسه نازله جديده. اكلمكم دلوقتي عن القصه بتاعت جود اوف وور. القصه بتاعتها بتبتدي بالمحارب اللي اسمه كريتوس، وكريتوس ده هو البطل بتاع القصه بتاعتنا. كريتوس كان بيحكم تحت قياده الملك اريس، وكان شغال في الجيش بتاعه. كريتوس كان واحد من الاشخاص القليلين اللي برزوا في الحروب. طبعا ده كله بسبب قوته الغاشمه وان هو بيقتل اعدائه بدون رحمه كلهم. بيوم من الايام كان كريتوس ضد ملك البرابره، لكن كريتوس كان قرب ان هو يخسر في الحرب ما بينه وما بين الملك، لكن استعان بالملك ايريس وطلب منه المساعده. والملك ايريس لبى النداء ده ونزل له شفرات الفوضى او بليدز اوف كيوس. وطبعا كريتوس قضى على الملك البربري بضربتين يعتبر، وقضى على الجيش بتاعه كله، وبقى هو الخادم بتاع الملك. ومن كتر اعجاب الملك ايريس بكريتوس قرر ان هو يقتل عائلته. هتقولي ليه؟ هقولك علشان كريتوس ما يبقاش عنده اي مشاعر. وفي مشهد درامي جدا بنكتشف ان كريتوس هو اللي قتل عائلته، لكن ده كله بتدبير ايريس. ومن هنا يبتدي القصة بتاعتنا، قصة جوست اوف سبارتا، واحدة من أعظم القصص اللي أنتجتها سوني. وأنا مش هحرق عليكم أكتر من كده، كفاية إن دي الحتة الأولانية. يعني حرفيا القصة طويلة جدا ومحتاجة يجيلها ساعة ونص علشان أشرح لكم القصة كاملة بالتفصيل. وأنصحك جدا إنك ترتب الأجزاء حرفيا وأنت بتلعب، لأن أجزائها ممكن تكون متبعترة شوية. فحاول وأنت بتلعب اللعبة دي ترتب اجزاء اللعبه قبل ما تلعبها عشان تبقى فاهم القصه بتدور فين وامتى وازاي، لان في ازيد من 6 اجزاء للعبه دي. انا نسيت اقول لكم ان الحوار هيطول شويه، فاجيب لك كوبايه شاي او قهوه او نسكافيه او اي حاجه ويلا نبدا في المركز الثاني. المركز الثاني معانا هي لعبه ريزيدنت ايفل. ريزيدنت ايفل من الالعاب القليله جدا اللي تصنيفها رعب اللي شدتني بسبب قصتها العميقه جدا جدا جدا، وبسبب الجيم بلاي الرائع والشخصيات الرائعة بتاعت اللعبة دي. ريزيدنت ايفل مكونة من 10 أو 11 جزء ولسه في استمرارية، يعني اللعبة ينزل منها أجزاء تانية بعدين. قصة ريزيدنت ايفل من أعمق القصص اللي أنا شفتها في حياتي بسبب الحبكة، وإن الأجزاء كلها متبعتر فيها القصة، فلازم تلعب الأجزاء كلها علشان تفهم القصة بتاعت اللعبة. بس انا هديكوا نبذه عن القصه بتاعتها. القصه بتبتدي معانا من التي فيروس. التي فيروس ده مجموعه من العلماء اخترعوه، والفيروس ده اساسه ان هو بيحول اي بشري عادي لزومبي، والزومبي ده يعتبر حاجه محسنه من البشر العادي، يعني بشري خارق.
ومجموعة العلماء دول عملوا شركة اسمها امبريلا. ليه؟ لانهم عايزين يخلوا الموضوع رسمي، بس زي ما تقولوا كده بيلعبوا تحت الترابيزة. وفي مجموعة من الناس عايزة تكشف الشركة دي وتكشف فضايحها كلها وان هي بتلعب بالبشر. الشخصيات الرئيسية معانا في السلسلة دي هي كريس ريدفيلد وجيل فالنتاين وليون كينيدي وكلير ريدفيلد وايدا وونج. طبعا القصه طويله جدا وعمري ما اعرف ان انا اقولها لكم دلوقتي كملخصا يعني، فانت ممكن تروح تلعب اللعبه من الجزء الاول، لان انا اصلا ما جبتلكمش من الجزء الاول، اديتكم نبذه عن القصه عامه، لكن القصه اعمق من كده بكتير جدا. فدي لعبه حرفيا لاي حد بيحب العاب الرعب وفي نفس الوقت بيحب اللي هو البقاء على قيد الحياه ويكتشف اسرار العالم. ونخش في تالت لعبه معانا وهي لعبه اوتلاست. في ناس كتير هتنتقدني باللي انا بقوله، بس لعبه اوتلاست حرفيا من افضل او ممكن تكون افضل لعبه انا لعبتها كرعب نفسي وكقصه رعب حقيقي، يعني بسبب ان انا كنت بلعب اللعبه دي حرفيا اقسم بالله كان الاصوات بس بتاعت الموسيقى كانت مرعبه. انتوا متخيلين؟ ده غير القصه، يعني انا كنت بلعبها في الاول اصلا علشان الجو بتاع الجيم بلاي، فاهمين؟ فتخيل القصه بقى، لما اكتشفت القصه حبيتها اكتر ما انا بحبها في العاده. القصه بتبتدي معانا مع الصحفي مايلز. مايلز ده صحفي مستقل ومش تبع اي نقابه ولا جريده. بيجيله في يوم من الايام رساله على الميل بتاعه، والرساله دي محتواها معلومات خطيره جدا عن مستشفى امراض نفسيه، المستشفى دي اسمها ماونت ماسيف اسايلم. فبسبب فضول مايلز كصحفي قرر ان هو يروح المستشفى دي ويكتشف الحاجات اللي فيها، ويعني يا ريته ما راح بسبب ان ده كان اسوأ قرار خده في حياته. مايلز دخل المستشفى واكتشف حاجات كتير جدا، منها ان المستشفى دي كانت زمان بتجرب تجارب غير اخلاقية على المرضى، فبسبب ده معظم اللي هناك اتجنن اكتر ما هو متجنن، وده كله تحت رعاية شركة ماركوف. ماركوف دي يعتبر قص النصايب، عاملة كده زي امبريلا بتاعت الريزيدنت ايفل بس على اوسخ بشوية حلوين. مايلز بيتعمق جوه المستشفى وبيكتشف حاجات كتير جدا وبيصورها صوت وصورة علشان لما يخرج من المكان ده يفضح شركة موركوف اللي هي المفروض المستشفى دي بتاعتها. بيواجه مايلز صعوبات كتير جدا 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 وناس مجنونة كتير جدا 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 جدا. انا مش عارف انا قلت جدا قد ايه، بس انا ده بسبب اللي كان بيحصل لي في اللعبة دي، كفاية الدبدوب اللي قدامكم ده يعني. فالمهم مايلز بقى بيتعمق في القصة وبيوصل للنهاية وكده، بس بيكمل معانا للجزء التاني والجزء التالت اللي هو على ما اظن نزل. فقصة لعبة اوتلاست عميقة جدا وما ينفعش ان انا الخصها في كلمتين، دي بالذات ما ينفعش بسبب ان هي حنكة حرفيا، يعني عبارة عن كده لعبة مضروبة في الخلاط وطلعت، بس طلعت بأبهى صورة ليها. دي بالنسبة لي افضل لعبة رعب نفسي لعبتها في حياتي. ولا تقول لي سايلنت هيل بقى ولا زي بالويزن، لا، عايز تلعب لعبة رعب وشايف نفسك ذكر، العب اوتلست 1 و 2 تمام، عشان ما لعبتش 3 لغايه دلوقتي. وللي عايز يبدا اللعبه صح وللي مش عارف الميل اللي جه لمايلز جه منين، هيلعب الاضافه بتاعت اوتلاست ويستل بلور. دي البدايه خالص، يعني انت لو عايز تلعب اوتلاست العب ويستل بلور الاول وبعدين اوتلاست 1 و 2 3. وبنصحك نصيحه لوجه الله ما تقعدش في الاوضه لوحدك وانت بتلعب اللعبه دي، يعني نصيحة من اخوك يعني، وما تلبسش سماعة او البسها يعني على مسؤوليتك الشخصية، وبالذات ما تلبسش السماعة في الجزء التاني لان في واحدة شمطاء كده طويلة واخد بالك هتقرف امك. انا بقول لك اهو، دي تحذير مني ليه. ناس هتسألني انت ما قلتش قصة الجزء التاني بالمرة ليه؟ لا، هقول لك انت هتكتشف قصة الجزء الاولاني هتلاقيها مرتبطة بالجزء التاني، فمش لازم انا اقول لك. انا ان شاء الله بنزل فيديوهات عن قصص الالعاب قدام، انا بقول لك النبذة اللي تخليك متحمس انك تلعب اللعبة مش اكتر يعني. خش في رابع لعبة معانا، واللعبة اللي كانت بتلمس قلبي دايما هي لعبة The Last of Us. لعبة The Last of Us من اكتر الالعاب الايموشنال او العاطفية اللي انا لعبتها في حياتي، مع ان احداثها وقصتها ما توحيش بده كله، بس حرفيا فكرة اللعبة ذات نفسها جميلة جدا. القصة بتبتدي معانا مع اب وبنته. الاب اسمه جويل، والاب ده هو يعتبر بطل القصه بتاعتنا. في يوم من الايام الاب ده كان نايم عادي وفجاه صحي على صوت صريخ، وجي يبص في الشارع يتلاقى الزومبي مليانين في الشارع. طبعا بيحاول ينقذ بنته وبياخدها معاه وبيهربوا، لكن للاسف الشديد بنته بتموت في الاحداث دي. بطل القصه بتاعتنا قرر ان هو ينتقم من الحوار ده ويمنع تفشي الفيروس، فاكتشف في رحلته واحده اسمها إيلي. هي دي فتاه عاديه جدا مراهقه، بس اكتشفنا ان هي عندها مناعه من الفيروس. قرر بطل القصه بتاعتنا ياخد إيلي دي ويروح الى غرب الولايات المتحده لجماعه هناك اسمها فاير فلايز. وخلال الرحله بتاعتنا
العلاقة ما بين جويل وإيلي بتتطور كعلاقة أب وبنته، وجويل بيعتبر إن إيلي بنته بدل بنته اللي ماتت، وبيحاول يحميها من أي حاجة. طول القصة بتاعتنا قصة جميلة جدا 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 جدا، فيها مشاعر حرفيا ممكن تخليك تعيط بسبب القصة عامة. فياريت تلعبها وتقول لي رأيك في الكومنتات لما تلعبها. خش في آخر لعبة معانا وهي لعبة Red Dead Redemption 2. بطل القصة بتاعنا هو أرثر مورجان. باختصار يعني أرثر ده هو راجل سوابق وخارج عن القانون، حاجة شبه تريفور كده من GTA. أرثر بيقرر ينضم لعصابة اسمها فان دير ليندي. في يوم من الأيام العصابة دي كانت بتعمل سطوة على قطار في منطقة اسمها بلاك ووتر، لكن بسبب الشرطة والاف بي اي بقى والناس اللي حواليهم وجامعين المكافآت العصابة دي بتتفكك. ومن هنا بتبتدي القصة مع البطل بتاعنا أرثر. القصة بتاعت Red Dead Redemption من أقوى القصص بسبب إن هي بتجرى في عالم مفتوح، وأرثر بيمر في العالم المفتوح ده بخيارات كتير جدا ومواقف كتير جدا بتخليه يعيد تفكيره ووجهة نظره للحياة بشكل عام. ودي كانت نهاية الفيديو، بس قبل ما انهي الفيديو عايز اقول لكم على حاجة بسيطة. الالعاب اللي انا حطيتها لكم في الفيديو ده العاب انا لعبتها وحطيتها لكم، يعني مش تبع اي موقع او اي تقييم في اي موقع، يعني ده رأيي الشخصي، فانت ممكن تختلف عادي جدا واحترم رأيك. ويا ريت تكتب لي الافضل علشان انا العبهم، لان انا اكيد ما لعبتش كل الالعاب القصصيه اللي في العالم. فاكتب لي في الكومنتات تحت اذا كنت تقدر على العاب حلوه قصصيه ممكن تكون انت لعبتها. وقبل ما انهي الفيديو يا ريت تدعمنا بلايك وشير وسبسكرايب، ويلا بيس.